هنا أذكر النقيب حارث رحمة الله تعالى عليه، هذا الضابط العراقي البطل المؤمن بالله ورسوله وولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده، لوحده فقط أنجى عشرات الآلاف من الأرواح، وفتك بتنظيم القاعدة الشاذ وداعش فتكا ذريعا، اخترقهم ودخل لصفوفهم. ومع شديد الأسف باعه من لا دين له من سياسيي الصدفة، باعوه فعذبوه بعد أن كشف أمره، عذبوه أشد تعذيب، فلم يعترف على أي أحد، وسار إلى حتفه وهو يعلم أنه شهيد. هؤلاء هم الضباط الذين نفتخر بهم، وهؤلاء هم الضباط الذين يجب أن يفخر العراق بهم، وهؤلاء هم الضباط الذين حموا هذه البلاد وما زالوا يحموها من المرتزقة. رحمه الله. وأرجو منكم أن تقرأوا له سورة الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد.